السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. لو أول مرة تشوفوني أنا مطبخي بشيحة، يا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة. النهاردة معايا حاجة حلوة انطلبت بصراحة مني من متابعين. معايا حلوة اسمها أم علي. أم علي عبارة عن رقائق من الجلاش المحمصة، بيعملوها دلوقتي بالعيش الفينو. في ناس بتعملها بالرقاق الناشف. أنا النهاردة عاملاها ببواقي الملفيه. في كده اليومين دول جروبات سوريين بيبيعوا اللي هي بقى الحاجات السورية، وبيبيعوا بواقي الملفيه او اي ملفيه عندك تقدري في اي مكان تشتريه، او بواقي جلاش حمصيه، بواقي عيش فينو حمصيه، رقاق ناشف تقدري تعملي بيه. النهارده معايا الملفيه، وكان طعمه غني جدا في الطاجن بتاعي، وكان طعمه جميل قوي بصراحة، وكان مختلف عن كل مرة عملته فيها. الطريقة بسيطة جدا، ما خدتش مني نص ساعة، وكنت كمان يعني أكلناها سخنة من حلاوتها. هي بتتاكل سخنة أو بارد حسب انت عايزة ايه. اول حاجه معايا ربع كيلو من الملفيه، كمان معايا 4 كوبايات من الحليب. على حسب بقى الكميه اللي انت هتعمليها، بس ربع كيلو الملفيه بياخد 4 كوبايات حليب. معايا كوبايه من السكر، والسكر ده حسب الرغبه، حابه تزوديه او تنقصيه دي حاجه ترجع لك انت. معايا طاجن بايركس او طاجن فخار، اي طاجن انت حابه تدخليه الفرن. بعاير دلوقتي 4 كوبايات من اللبن. كمان معايا مكسرات. مكوناتي بسيطه النهارده. معايا كمان لتغطية الوش يا اما كريم شانتيه يا اما قشطة. هقولك ازاي تحطي القشطة وازاي تحطي كريم شانتيه عشان توصلي للون والشكل الحلو اللي احنا بنشوفه. حطيت كده 4 كوبايات من اللبن، عليهم ظرفين من الفانيليا صغيرين او ربع معلقة صغيرة من الفانيليا او سايلة لو عايزة. 4 كوبايات من اللبن عليهم فانيليا، عليهم كمان السكر. هقلبهم كلهم مع بعض واحطهم على النار يغلوا غلوة، بس ما يعني في بداية الغليان هشيله من على النار، مش عايزاه برضو يغلي الغليان الجامد. هي بس يا دوب يسخن بدرجة حرارة عالية، وعلى طول هقوم آه رفعهم من على النار. هجيب الطاجن بتاعي الحلو الجميل ده، وهقوم على طول مكسرة فيه الملفيه بتاعي. الصراحة ام علي من الاكلات الشتوية الغنية جدا. في فيديو تاني بعد الفيديو ده هقول لكم هي ليه اتسمت بام علي، القصة طويلة، فكنت حبيت ان انا احكيها لكم عشان فعلا في ناس كتير ما يعرفوش هي ليه اتسمت بام علي. الفيديو اللي هينزل بعد ده على طول هي ازاي اتسمت بام علي، او ليه يعني ليه اتسمت بام علي. هجيب بقى الملفيه بتاعي واكسره في قلب الطاجن. احلى حاجه ان هو معلوش ماده دهنيه. قد ايه طعمها غني جدا، طعمها قوي. حلوه في الشتاء، بتتاكل دافيه، وفي ناس كمان بيسقعوها وتتاكل قطع كده ساقعه. بس بصراحه في الشتاء بحب اكلها دافيه جدا، اول ما بتطلع من الفرن تهدى بس شويه كده، وبقوم على طول واكلنا. يعني احنا اصلا قعدنا يوميها اكلناها من قلب الطاجن كده، ما غرفناش حتى في اطباق ولا اي حاجه. بس هكسر بقى كل كميه الملفيه اللي معايا. بصراحة الربع كيلو هو بينفش أصلا في الفرن، ويعني الحجم اللي انتوا شايفينه ده بتقولوا لا هيشرب امتى والكلام ده، لا هي بتشرب يعني بيشرب وبيزيد كده، بينفش كده في الفرن. وطعمه يعني بصراحة الملفيه اللي كل عارفه طعمه حلو قوي. في ناس بيبيعوه دلوقتي بكسر الملفيه، وفي بيتباع في علب كده زي الرقاق في السوبر ماركت. ممكن تستخدمي رقاق ناشف، تستخدمي جلاش تقطعيه قطع صغيرة وتنشفيه تحمصيه في الفرن. ممكن برضو تقطعي العيش الفينو قطع صغيرة وتحمصيه في الفرن، بس اصلها بالملفيه. تمام كده. هحط شويه من جوز الهند او المكسرات المشكله، هحط شويه من الزبيب، ده كان بندق على لوز على عين جمل على سوداني على شويه من جوز الهند. هحط انا فرماهم كده وخليهم مع بعض. هحط كمان شويه من الزبيب، وهنزل عليهم باللبن. ما بدخلهاش الفرن على طول، بسيبها لمدة 10 دقايق بس تتشرب اللبن بتاعها كده وتتغلغل كده في قلب اللبن، وعلى طول بقوم دخلها في الفرن. بس قبل ما ادخلها الفرن في تريكة كده هنعملها مع بعض، وهقول لكم ايه البديل بتاعها. هقلب كده. بزود بقى المكسرات دي حسب ما انت عايزة، يعني الكمية اللي انت تقدري تتحكمي فيها مفيش مشكلة.
هحط بس شويه كمان من جوز الهند وهبدا انزل باللبن. اللبن سخن بدرجه حراره عاليه، يعني اول ما دخل في الغليان شلته على طول. يعني اول ما حسيت كده انه خلاص هيبتدي هيقوم كده ويغلي، رحت على طول شايلاه من على النار. لو لسه متابعاني لحد الان ما تنسيش تحطي اللايك عشان هو بيرفع الفيديو الناس كتير يتفرجوا عليه. كمان لو لسه ما اشتركتيش في قناتي يا ريت تشتركي، بعمل وصفات على قد الايد وبسيطه جدا. هروح بقى اجيب اللبن بتاعي وهنزل عليه بالمكسرات بالملفيه في قلب الطاجن كده. طاجن يخش الفرن سواء فخار بايركس صيني اي حاجه بتخش الفرن تقدري تدخليه. اللبن مدوبه فيه كوبايه سكر، حط عليه فانيليا. تقدري تحطي السكر زي ما انت عايزه، يعني زي ما انت بتحبي السكر قد ايه. بس انا بصراحه حطيت كوبايه واحده، هي كانت محتاجه شويه زياده بس انا حسيت ان السكر معقول يعني، فاهميني؟ يعني مش حاجه مسكره جامده كده تجزع النفس، لا بصراحة. والكمية اللي معايا دي كلها خدت 4 أكواب من اللبن. حابة تزودي اللبن وتكون جوسي كده مفيش مشكلة، زودي كوباية كمان، بس أنا بحبها تكون متماسكة كده وشاربة اللبن يعني بسيط، شاربة مش شاربة لبن ياما يعني، بحبها مظبوطة بالظبط، اللبن مش زيادة ولا قليل فيها. فضيت كل كمية اللبن اللي معايا وهسيبها بقى لمدة كده 15 دقايق كده تتشرب بس كده وتهدى شوية عشان اقدر افرد على وشها. في المرحلة دي انا كان معايا 4 معالق من القشطة. ما عندكيش قشطة تقدري تجيبي كيس كريم شانتيه او تجيبي ب10 جنيه كريم شانتيه وتضربيهم كده بالمضرب بشوية لبن ساقعين وتحطي عليهم شوية سكر لو هي خام، لكن الكيس اللي هو كريم شانتيه دوت بيبقى مسكر. تقدري تضربيه كده بمعلقتين من اللبن وتحطيهم تفرديهم على الوش. حابه تحطي قشطه بتدي طعم قوي حلو. كان معايا قشطه من بواقي اللبن واخداها كده من على وش اللبن وهفردها على الوش عشان هو ده الوش المقرمش اللي بناخده بتاع ام علي. هفرد بقى القشطه زي ما انتم شايفين كده بتنفرد بكل سهوله. الطاجن بتاعي هدي شويه وشرب السوائل بتاعته وبس برضو لسه جوسي يعني زي ما هو. هفرد كده بقى القشطه بتاعتي على الوش وعلى طول هدخله على الفرن. انا اصلا الحاجه عندي كلها مستويه، الملفيه ده حاجه مخبوزه ومستويه، اللبن مغلي يا دوب، انا عايزه الوش بس ياخد لون فهشغل الشوايه من فوق فقط، مش عايزاها تستوي من تحت ولا عايزاها تتماسك من تحت ولا تاخد لون من تحت، انا عايزه الوش بس ياخد لون والملفيه يشرب بقيه السوائل اللي موجوده. هفرد بقى كميه القشطه كده دول كلها وهتشوفوه بقى بعد ما طلع من الفرن، ما بياخدش 10 دقايق وبيكون طالع من الفرن. اسرع واحلى واجمل واطعم حاجه حلوه ممكن تعملوها في الشتاء هي ام علي. ادي اللون بعد ما طلع بيتكلم عن نفسه، في قرمشه كده القشطه عاملاها كده مسكره طعمها بصراحه وهمه قوي، احلى من نشتريه من بره بكتير واحلى من العلب الجاهزه اللي بتتباع صدقوني. بسيطه جدا، من بديل الملفيه رقاق متقطع ومحطوط في الصاج في الفرن على الرف التاني ومتحمص، عيش فينو ومتقطع ومتحمص. كمان اللي احنا قلنا ايه تاني، رقاق ناشف، بس تقدري تعمليها بالمكونات دي. حلو جدا، طعمها حلوة في الشتاء، ناس كتير جدا بيحبوها. بصراحة يعني اكتر من حد طلبها مني من المتابعين. بس فحبيت بقى ان انا النهاردة في الفيديو اعملها لكم، ويا رب اكون دايما عند حسن ظنكم. هنقطع بقى بالمعلقة كده وهنشوفها من جوه عاملة ازاي. التزيين ده يرجع لكم، حابة زينها زي ما انا زينتها بجوز هند. شايفين بقى من جوه في ناس بقى بيحبوا اللبن بزيادة فتبقى كده طالعة بلبن يعني اللبن باين، بس انا بقى بحبها تكون متماسكه كده وطعمها جميل. اتمنى الفيديو اللي عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي. دمتم بألف خير وربنا يديمكم نعمه في حياتي، ومع السلامه.